بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع الخليج للسيارات يقدم لكم تجربة فريدة للصانع البريطاني العريق الشهير جدا في سيارات الدفع الرباعي. من أوائل الناس من استخدموا الدفع الرباعي، ومن أوائل الناس من استخدموا البودي الألمنيوم لاند روفر. السيارة هذه ديسكفري، لكن أجروا عليها بعض التعديلات فأصبحت LR4 الجيل الرابع، معناته لاند روفر 4 الجيل الرابع. السيارة هاي مصنعة بطريقة جميلة جدا. الماكينة توربو 3000 سي سي من الصانع العريق البريطاني جاكور، استعانوا فيها لأنهم أصبحوا شركة واحدة. والبادي هم في الفور ويل ما عليهم كلام. شركة لاند روفر عندهم أنظمة دفع رباعي، عندهم أنظمة متطورة جدا لهبوط وصعود المنحدرات، وكذلك من أوائل الناس أو أول سيارة تجارية كانت مجهزة بنظام التعليق الهوائي في نهاية الثمانينات كانت على لاند روفر. نعطيكم تفاصيل أكثر، حركة أكثر إن شاء الله في هالتجربة، تابعونا. المحرك من 6 اسطوانات صناعة جاكور مع شاحن هواء توربو بقوة 340 حصان، سعة 3 لتر على 6500 دورة، والعزم يبلغ 450 نيوتن متر على 3500 إلى 5000 دورة في الدقيقة. المحرك يتميز بأنه مصنوع من الألمنيوم بشكل كبير. الجير من 8 سرعات أمامية أوتوماتيك مع نظام تبديل بالمقود. تسارع السيارة يبلغ 8.1 ثانية إلى 100 كيلومتر. استهلاك الوقود 9.9 على الطرقات السريعة و15.7 على الطرقات الداخلية. الأبعاد: الطول يبلغ 4829 ملم، العرض 2176 ملم، الارتفاع 1887 ملم، الوزن الإجمالي 2570 كيلوغرام، قدرة السحب 3500 كيلوغرام، خزان الوقود 86 لتر يعادل 19 جالون، حجم مساحة التحميل من 1260 لتر إلى 2558 لتر. الشكل الأمامي للسيارة بدون هالزوائد، لو فرضنا أنها مصممة بدون هالزوائد، الشكل دائما يحاولون يرفعونه إلى الأعلى، وكذلك الصدام الأمامي هذا بقدر الإمكان يرفعونه إلى الأعلى بحيث أنها السيارة تنزل وتصعد، ما تتكسر الزوايد هاي ابدا. السياره من الميزات اللي حلوه فيها بهالسياره هذه انهم زودوها بصفايح حديديه هني مفتوحه، بحيث ان الرمل والماء من يدخلون يطلعون بعدين على طول خلال المشي، وهذا شيء جيد. السياره مجهزه بعدسه اماميه ليتات LED اشاره، وكذلك كشافات للضباب، وكذلك في شغله جيده بعد ماي المساحات. ايوه المساحات يرشون ماي على الليتات، في تستخدمها بشكل كبير في ناحيه الوحل والامطار كذلك. الشكل الجانبي للسياره، ممكن تقولون ان السياره ليش شكلها مستطيل مثل الصندوق؟ السياره ما فيها اللي تشوفونها بهالطريقه هاي مركزين فيها على الشغلات العمليه بالدرجه الاولى. ليش؟ لأن شوفوا الماكينة هني موجودة مرتفعة بشكل جيد من أجل حمايتها من الماء، من الوحل، من أيا كان. كذلك السيارة هني بشكل عادي، لكن في الخلف يحتاجون السقف العالي بحيث أنهم يحطون المكيف، فتحة السقف، الحمولة اللي فوق، فأتت السيارة بشكل صندوقي. الأبواب عادية جدا، دواسات مش موجودة فيها لأن السيارة فيها هيدروليك فما تحتاج للدواسات، هي تنزل وتصعد. الخطوط خط طولي من الأمام إلى الخلف، وكذلك خط يمتد من الخلف إلى نص الباب الأمامي الخلفي، وكذلك خط ثاني من بداية السيارة إلى علامة SC-V6. علامة لاند روفر الشهيرة هذه اللي كانت بلون فضي معناتها سوبر تشارج أو الأسود العادي، هالمرة خلوها باللون الأسود مع أنها السيارة فيها توربو، لكن هذا ما يهم. أهم شيء نحن نركز في السيارات على المواد، على الناحية العملية. في بريطانيا وفي أوروبا عندهم أهم شيء السيارة تكون منافسة، لذلك جهزوها بمواصفات كثيرة من الداخل. السيارة عملية بالدرجة الأولى، بتشوفونها كيف الكراسي الخلفية تتصفط وتنزل تحت. السيارة مجهزة بهيدروليك. إذا ما سووا هالأمور هاي كلها عنصر المنافسة بيروح عليهم في أسواق أوروبا، لذلك عليهم أن يقدمون أحسن ما عندهم للمستهلك الأوروبي. فنحن بعد كذلك استفدنا من هاي المواصفات. الشكل الخلفي كنا متعودين عليه أن الليتات كانت معلقة فوق تقريبا، وعقب كانت الليتات اللي تحت ضبابية كانت تشتغل موديلات الديزل نشوفها، ما كنا نعرف والله شيء وايد، لكن المرة سووا الليتات تحت، غيروها خلوها شفافة، نزلوها تحت، حطوا عليها الشبك للحماية من الرحلات والشبك والتكسير. شكل السيارة من الخلف هني، شوف القصة هاي
القصة هاي تعطي مجال للرؤية بشكل أكبر للسائق، لأن السائق ما بيشوف هالزاوية وهو برا، لا بيشوف هالزاوية هاي بشكل أكبر. نعطيكم فكرة عن حجم الشنطة الخلفية، كيف نظام السيارة، شوفوا كيف. ركزوا معي على الأمور العملية، شوفوا حتى هني مسوينها بشكل بسيط. شوفوا حجم الحمولة الخلفية. بنعطيكم لقطة ثانية مع الكراسي بشكل جيد، انها ترجع وفيها سنادات للراس. الامور الجيدة فيها وجهزوها في مثل حقائب او ادراج صغيرة تنفع للحمولة، لان السيارة ما فيها تحت مكان تخزن، لان الكراسي الخلفية موجودة هني. السيارة هاي حجم الحمولة يبدأ فيها من 1270 لتر الى 2557 لتر بعد طي الكراسي كلها. شوفوا الملاحظات اللي بعطيكم اياها للسيارة، شوفوا السيارة مجهزة بليتات، مجهزة بفتحة مكيف. شوفوا حتى على الجانب الصغير هذا طلعوا مكيف. الجماعة معناتها شو مسوين امور جيدة في الاعتناء في التفاصيل. ما يكتفون بالتصميم الاساسي مثل بعض اليابانيين اللي ما يعطونا مواصفات. هني لا، يعطونك سيارة لكن يعطونك مواصفات كثيرة فيها تدعم نجاح السيارة هذه. فانت اذا انت مستهلك لازم تهتم بهالامور، لانها هاي بتفيدك هنا، خصوصا في الخليج عندنا حر. مثلا نبغي ثلاجه داخليه، السياره فيها ثلاجه داخليه، دول ثانيه ما يحتاجونها. وكذلك بعض الاحيان يحبون ثلاجه خلفيه. بعض الامور النيسان باترول اتذكر كانوا اول ما نزل 89 كان في ثلاجه خلفيه، وهذا شيء جيد بعد. شوفوا كيف مسوين الستاره الخلفيه مع قصه البدي، مع قصه الباب الخلفي بشكل جميل. تسكر كل شيء مسكر، تعزله حراريا وتعزله عن المتطفلين اذا عندك اشياء ثمينه ما تبغي حد يشوفها او شيء. هاي من الامور الجيده. شكل مفتاح السياره في 4 فصوص بالاضافه الى الاشارات بعد. نعطيكم فكره عن تشغيل السياره. بسم الله الرحمن الرحيم. جهاز الملاحه جاهز، جهاز الكمبيوتر داخلي موجود، العدادات الكلاسيك في اللاند روفر والرينج روفر اللي هي الناس يحبونها بشكل جيد. السكان شوفوا فيه كل اللي تحتاجه. احنا ما نحتاج هالكلام هذا كله، كلامنا في السيارة على الأداء في الرمل، الأداء في الوحل، الأداء على رملة البحر. هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. من الأمور الجميلة في هالسيارة أن الجير يطلع مع تشغيل السيارة. بسم الله، هذا هو الجير تتحكم فيه بهالطريقة هاي، وهذا الهاند بريك. والأهم من هذا كله نظام الدفع الرباعي موجود تحت، بحيث انك انت تستخدمه، ترفع السيارة بالهيدروليك وتنزلها بالهيدروليك. هذا أهم شيء إن شاء الله. كله بنشوفه الحين على الرمل. هاي السيارة مخصصة للرمل، رحلات. السيارة هاي فيها ميزة جميلة جدا، انهم سووا لهم اسطول وعبروا فيها الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها عن طريق الأراضي الوعرة. فأمريكا متنوعة من بين صحاري إلى جبال إلى ثلوج إلى رمال شديدة التغريز، مثل صحاري شبه الجزيرة. الشعور الأولي على السيارة ناعمة وهادية مثل ما تشوفون. أنا أمشي فيها بسرعة 100. 8 غيارات. الميزة في 8 غيارات إنك السيارة دائما تغير مثل ما تبغيها، وعلى طول من تبغيها تأخذ أداء بالسكان. هذا الخامس شوفوا 3000، تبغي أداء وتعطيك أداء. لأن شوفوا السيارة هاي 3 لتر توربو، فالتوربو شوي يتأخر، لذلك تبغي دوران عالي، فما في مشكلة في السيارة أبدا. على طول حولت الحين مرة ثانية رجعت اوتوماتيك. الشيء الحلو في السيارة هاي ناعمة جدا، والسيارة انجليزية تحس انها مسكرة، يعني شادين عليها. يعني نعطيكم فكرة عن أداء السيارة الحين على الطرق الغير ممهدة، منها ممهد بشيء بسيط وشيء لا، عطين أو رمل أو هذا. إن شاء الله تاخذون فكرة واضحة عن السيارة حسب ما طلبتم منا آخر مرة. نظام هبوط المنحدرات، يعني هذا بسيط، بنجربه بشكل بسيط.
نظام الإضاءة، هرن نظام الإضاءة الداخلية من 3 درجات، أول واحدة، ثانية، ثالثة، إضاءة ممتازة ما شاء الله. ورا كذلك في بعد إضاءة نفس الشيء ما شاء الله، يعني كشافات مركبين، بس هذا جيد، شيء جيد. الإضاءة الخفيفة الداخلية LED في فتحات الأبواب والمماسك. نعطيكم فكرة عن النظام الصوتي. الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما شاء الله صوت قوي جدا. نظام الصوت ميريديان. المميزات: نظام دفع رباعي عريق، نعومة في القيادة، مواصفات كثيرة ومتنوعة، محرك مرن، أداء جيد على كل الطرقات، ناقل حركة من 8 سرعات سلس، رحابة داخلية وراحة، شكل مميز كلاسيكي. العيوب: وزن مرتفع، تحتاج محرك أكبر وأقوى، ضبط نظام الدفع الرباعي معقد. النظرة المستقبلية: مكابح يدوية مؤقتة محدثة، محرك من 8 سلندر توربو، يعطي زخم جميل للسيارة، 360 درجة كاميرات للسيارة بالكامل، وزن أخف، طراز مخصص للمغامرات الصحراوية والغابات والوحول والأمطار، مصنوع من المصنع والتجهيزات أصلية، نظام إقفال يدوي لأكياس الهواء، وضعية العجلة الاحتياط يجب أن تكون معلقة، طراز من باب واحد شبيه بالجي كلاس، شاشة أكبر. السيارات المنافسة: لكسس GX 460 ML كلاس مرسيدس بنز. سعر السيارة يبلغ 249 ألف درهم إماراتي. نتقدم بالشكر الجزيل لشركة الطائر للسيارات وكلاء لاند روفر في الإمارات، وكذلك إلى وكيلنا الإعلاني مازن حلاوي من شركة ريتش مينيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون تسوون اشتراك وتحطوا لنا علامة إعجاب. شكرا جزيلا.